السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة شاورما الفراخ بطريقة حلوة جدا كأنكم جايبينها من المطعم من بره بالظبط. طعمها جميل جدا ونظيفة وحلوة، حاجة انتوا ضامنين ان انتوا عاملينها في البيت، وطعمها مش هيفرق حاجة عن بره، وبتكلفة بسيطة جدا من حاجات موجودة عندنا في البيت. اول حاجة خالص بنجيب الرز بنغسله كويس جدا. عايزين رز مصري، رز بسمتي، اللي متاح عندنا نقدر نعمل بيه. انا عملت بالرز المصري. تمام. وهنحط عليه عباره عن ايه البهارات اللي انا حطيتها. انا حطيت قرنفل، عايزه اقول لكم بيدي ريحه وطعم في منتهى الجمال للرز. حطيت ورق لورا وحبهان وشويه من الملح الصيني ومعلقه من الكاري. وطبعا ضفنا نص معلقه كده من الملح العادي، مش عايزه ازود ملح كتير قوي لان احنا عندنا الصوص بتاع الشاورما والشاورما هيكون فيهم ملح، فما يبقاش الملح كتير. والملح الصيني في الرز بيدي طعم مختلف جدا على فكره للرز، وهتلاقوه في اي سوبر ماركت كبير. مفيش طبعا، بنحط الملح العادي عادي جدا. وبنضيفه معانا. انا كده ضفت كميه الميه مظبوطه مع الرز. بوطي بقى اول ما تغلي، اوطي على الرز. بنعمله بالطريقه العاديه خالص ونسيبه يستوي على مهله. في الوقت ده بنبدأ بقى نحضر الخضروات اللي احنا هنعمل بيها الشاورما. اول حاجة بنجيب بصلة نقطعها جوانح كده بالشكل ده، ونجيب فلفل احمر وفلفل اخضر، فلفل بقى رومي، فلفل حراق، فلفل بارد اللي متاح عندنا. ونجيب الطماطم برضو بنقطعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، قطع طولية كده كلها. يبقى قطعنا البصل والفلفل والطماطم. هي دي الخضروات اللي احنا محتاجينها. وبعدين عندي الفراخ، هي انا جايباها متقطعه شاورما جاهزه، انتوا ممكن تجيبوها وتخلوها وتقطعوها قطع صغيره. حطيت عليها معلقه من البهارات السبعه، وحطيت شويه ملح وشويه فلفل. وبعدين حطيت عليها كاتشب. كمية الكاتشب حسب الكمية اللي انتوا جايبينها. انا عاملة الكمية دي كيلو من الشاورما، وحطيت عليها معلقة من الزبادي، قصدي علبة من الزبادي كاملة. ونقلب كده كله مع بعض، وهنحط معاها شوية خل، ونسيبها كده تتبل في التلاجة لمدة ساعتين مثلا. تمام. وفي الوقت بقى الوقت ده نبدأ نجهز الصوص بتاعنا. اول حاجة عندنا 3 فصوص كده من الثوم مقطعهم تقطيع صغير كده خالص. وبعدين حطيت عليهم علبة من الزبادي، وحطيت عليهم عصرة ليمون. تمام. ونقلبهم كده مع بعض كويس جدا، وهنحط عليهم مايونيز وملح وفلفل. ونقلب كده المكونات دي كلها، ونزود كده شوية مية عشان يبقى القوام متوسط. مش عايزين القوام يبقى خفيف، عايزين القوام يبقى معقول كده، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. وكده الصوص بقى جاهز. وهحط لكم المكونات بتاعته بالظبط معانا في البوست. هكتب لكم الطريقة والمكونات مظبوط. دلوقتي بقى في طاسة على النار هنحط فيها البصل اللي احنا قطعناه جوانح، نديله تشويحة كده مع شوية من المشروم. طبعا المشروم اختياري، عايزين تحطوه اوكي، مش عايزين براحتكم. وبعدين نبدأ نضيف معاهم الطماطم والفلفل زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعدين بقى هنضيف كمية الفراخ اللي احنا تبلناها وحطيناها في التلاجة ساعتين. بنبدأ بقى نطلعها كده زي ما انتوا شايفين ونقلب الكمية. مش هنضيف مية خالص على فكرة لأنها مش هتحتاج. نوطي النار ونسيبها تستوي لأن الفراخ بتنزل المية بتاعتها. وبعدين بقى أنا جبت دلوقتي عيش اللي هو العيش السوري، دهنته بمعلقة من السمنة من فوق الوش. وبعدين قطعته قطع زي ما انتوا شايفين كده بالطول، كلها قطع كده متساوية. قطعت كل القطعة بالطول ورحت جايباها بالعرض قطعها قطع كده صغننة زي ما انتوا شايفين عشان تبقى القطع كلها متساوية. وبعدين هجيب صينيه واحط فيها العيش السوري اللي انا قطعته ده، واحطه في الفرن لحد ما يتقرمش كده معايا. تمام. بصوا الشاورما اهي لسه، بصوا فيها الميه عامله ازاي. انا ما ضفتش ميه خالص قدامكم، دي نزلت الميه بتاعتها فما بتحتاجش خالص. واستوى كده الاكل معانا بقى جاهز. نبدا بقى نغرف. ادي الرز اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم ريحته بالقرنفل اللي فيه مدياله ريحه فظيعه في منتهى الجمال. واحط شويه كده من الصوص اللي هو بتاع التوميه اللي احنا عملناه. وحطيت بعدها العيش اللي احنا اتحمصناه، وبعدين طبقة من الصوص، وبعدين فوق الوش بنضيف المشروم المشروم والفراخ الشاورما. ونزين كده بقى الطبق بتاعنا بشوية بقدونس وكزبرة فوق الوش كده، نبقى غسلينهم ومقطعينهم حلوين. وادي طبق الشاورما جاهز معانا. عايزة اقول لكم والله طعمه ما يفرقش حاجة عن اللي بنجيبه من بره.
بالعكس احلى كمان. والصوص بتاع التوميه مديله طعم حلو جدا جدا، مخليه فعلا ان انتوا كأنكم جايبينها جاهزة من بره وعاملينها. طعمه جميل والرز حلو قوي. وعايزاكم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات، ولو عجبتكم شيروا الوصفة دي عندكم. وهستنى حبايبي آرائكم دايما، وشكرا لكم ولمتابعتكم ليا للصفحة من النادي.